عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من أم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتمد محررا. رواه أبو داود والطبراني بسند جيد. ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، هذا وعيد شديد. من هم؟ الأول: من أم قوما وهم له كارهون، يكرهونه بحق. أما إن كانوا يكرهونه بغير حق فلا يدخلوا في هذا الوعيد، بل يكرهونه من باب الهوى والتغرضات. الناس لا يرضيهم أحد، فهذا لا يدخل في الحديث. إنما إذا كانوا يكرهونه لحق، لكونه سيئا في دينه أو سيئا في أمانته يكرهونه، فهذا لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته. وجاء في الحديث أنه لا تتجاوز صلاته رأسها، لا ترتفع إلى السماء. هذا إذا كانوا يكرهونه بحق، لكونه على مذهب باطل أو عقيدة فاسدة أو غير ذلك من الأمور، لكن استولى على المسجد بقوة السلطان وبقوة، فإنه لا تقبل صلاته ولو صلى بهم. الثاني: نعم، الصلاة دبارا، من يأتي الصلاة دبارا، يعني يتأخر عن الصلاة مع الجماعة حتى تفوته، أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج وقتها، فهذا لا تقبل صلاته، لأنه صلاها في غير وقتها، أو أنه تأخر عن الجماعة بغير عذر، هذا أيضا لا تقبل صلاته. هذا وعيد شديد، وإن كان لا يؤمر بالإعادة، لكن هذا وعيد شديد عليه. الثالث: من استعبد حرا، إنسان. الأصل في المسلم، الأصل في الإنسان أيا كان، الأصل في الآدمي الحرية، ولا يثبت عليه الرق إلا بحكم شرعي، الجهاد في سبيل الله كما سبق. فالذين يغصبون الأحرار، ينهبونهم وهم صغار، يسترقونهم ويبيعونهم، هؤلاء لا تقبل صلاتهم وإن صلوا. أو أن عنده عبد مملوك، أو أن عنده عبدا مملوكا يعتقه ثم يجحد عتقه ويستخدمه على أنه رقيق، هذا استعبد حرا. الواجب أن يعلن أنه اعتقه، ولا يجحد ذلك من أجل أن يستعبده. نعم. وهذا محل الشاهد من الحديث: استعبد حرا، هذا من الظلم في الأبدان. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. من جرد ظهر مسلم بغير حق، يعني كشف ظهره ليضربه بغير حق، يجلده بغير حق، وكشف ظهره ليشتد عليه الألم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذا وعيد شديد. هذا دل على أن الذي يظلم الناس في أبدانهم بالضرب، الذي يظلم الناس في أبدانهم بالضرب، أن الله يغضب عليه، وهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.